اهو عم راح ترجع المدرسة؟ عم راح ترجع؟ بدل عليك عينك بالورقة، لا تشتوي بصفاك. اهو هي شو وقت تخلص هاي السالفة؟ لا فوقاها تعال اقرا، اصلا انت راح تقرا كله ما راح تستفاد منه، وفوقاها تظل نايم بالبيت وكل شي ما تحصل من ورقة قراية، بس لعبان النفس وراح نص عمرك بالقراية وكل شي ماكو. ترايدنت اون ذا مايك. هلا برجعت المدارس يعني ردت السخافة، ومحضر اقرا واكتب عقل انفجر كالنفاخة. راح يرجع المدرس يرزل اكثر من ما يشرح، وانا اصلا بالي برا كل شهرين الكتاب افتح. تالي يجيني المدرس يسالني وصلنا لوين، وانا اقول له للعلاوي يضرب لي من على 60. وانا بيوم الامتحان انصدم من المسائل، يشتغل حتى يومي بعد ما كنت متفائل. من بعدها ابدي ازحف على ورقة القدامي، وجاي قلب شريف ويظل نايم على الورقة. يخوخر عنها شوية رايد السؤال الثاني، وهو يبقى بيها لاطش خلاني اوقع بورطة. يخبط لها السوالف انت قلت تقول لي طب انا الامتحان فجأة راح تتبرى مني، وما نسأل ليش نقلب شيخ وامام. هو حتى عمره ما شاف الحمام. من بعدها سن الورقة اكتب اجوبة احترافي، بس ناقصها زنقة يطلع كاتبها القذافي. لما جت النتائج بيها 0 ويمكن 1، لما اخذت 100 انا اخذت منها 1. من بعد هذا الامتحان قررت اكون مواظب، كنت احضر غش بنفسي حتى ما احتاج صاحب. كنت احضر البرشومة وبيها اكتب المعلومة، وبالتالي استاذ يكون مشنو حاط لي شعر يوم صارت الشلة شريفة وانا اصلا كنت ارد لهم باني ولد اللعان. من بعد هذه المشاكل طلع تاني دور ثاني، يعني ما نفعني غش شنو اللي جنيته اني. من بعد هذه السخافة ممكن اخذ الشهادة، انه راح خلص عمري تالي مقابل المسادة ومقابل المصادر حتى واحد يشغلني. على حالي كان نايم ومدرس ويعلمني بالعمل ممكن تتعين الا تدفع الرشاوي، للدراسة دفعت عمره وهسه فيك العدو.